السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شيش طاووق. طبعا دي وجبة متكاملة. عايزة بس شوية رز جنبيها كده او شوية مكرونة. عندي هنا صدرين فراخ قطعتهم قطع، عندي كوسة، عندي فلفل الوان، عندي بطاطس. تعالوا بقى مع بعض نشوف التتبيلة اللي هنحطها على الخضار والتتبيلة اللي هنحطها على الفراخ بتاعتنا. يلا بينا. تعالوا اول حاجة بقى نشوف البهارات اللي هحطها على الفراخ بتاعتي. اول حاجة عندي علبة زبادي، عندي بشر بصل، عندي البهارات بتاعتي السبع بهارات. السبع بهارات بتاع ويلز دي جميلة قوي، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. عندي هنا معلقة كاري كمان، معلقة بابريكا، معلقة ملح، اقلب كله كده. عندي ليمون، احط كده ليمون، عندي خل، معلقتين خل كده، واقلب كله. الريحة جميلة تحفة، البهارات دي حلوة قوي، السبع بهارات على بعض دي جميلة قوي، انا جربتها في الفراخ روعة. عندي بقى كده الفراخ بتاعتي، دي صدرين فراخ قطعتهم قطع. عندي البصل، الخضار هحطه مع عشان ياخد التتبيله بتاعه الفراخ. احطه كده على بعضه، ياخدوا التتبيله والطعم الحلو والريحه الجميله دي، وهسيبهم قد نص ساعه. عايزه تعمليهم من بالليل وتسيبيهم، هيبقوا احلى واحلى كمان. تعالوا بقى نشوف التتبيله اللي هنحطها على الخضار بتاعنا. بقى الخضار، عندي بطاطس مقطعاها كده دواير صغيره ورفيعه عشان تستوي معايا. عندي الكوسه، عندي هنا مرقه دجاج اللي هي ويلز برضو جميله قوي، يعني جربي المنتجات بتاع ويلز ديت حلوه قوي، طعمها حلو. عندي هنا معلقه بابريكا، معلقه كاري، عندي معلقه ملح. اقلبه كله كده. عندي زيت، شويه زيت كده. برضو هسيب الخضار في التتبيله ديت نص ساعه ربع ساعه، عشان تشرب كده من التتبيله وتدي طعم حلو، ومن الملح كمان تتملح، ويبقى ان شاء الله تبقى جميله وتعجبك. بقى هنا سيخ خشب، طبعا بجيبه من السوبر ماركت او من الهايبر، بحطه في ميه كده، انقعه في ميه شويه قبل ما ابدا احط الخضار عليه. انا هنا عملت اتنين اهمت، حطيت الخضار والفراخ. تعالوا كده نعمل واحد مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. آه، تبداي كده توزعي كوسه مع البطاطس. طبعا زي ما انتم شايفين كده الكوسه بتدخل زي الفل. تعمليها من الناحيه اللي هي الرفيعه ديت عشان تخش في قلب الخضار بتاعك بسهوله كده. فلفلايه، بصلايه، كوسه، كوسه برضو حطي، مش مشكله، كانت كوسه برضو، بطاطس. طبعا الخضار هيبقى مشوي والفراخ مشويه، هتبقى حاجه جميله قوي للولاد وهيحبوها. برضو قطعه فراخ، بس
فلفل احمر، اخضر، وسعي كده على نفسك. قطعة فراخ، بصل، كوسة، بطاطس، بصلاية، حط قطعة لحمة، بصلاية كمان اهوت. هكمل بقى ونرجع مع بعض اوريكي الشكل النهائي. انا كده خلصت بقى الشيش طاووق بتاعي وبالخضار. حطيت عليه فلفل اسود، وحطيت عليه التتبيله اللي باقيه من الخضار والتتبيله اللي كانت في الفراخ. هدخلها بقى الفرن واسيبها تستوي. زي ما انتم شايفين كده البطاطس مستويه خالص اهيت. الكوسه بقى، الفراخ، كله مستوي خالص اهو، بيدوب في البق. جربيه بقى معايا وان شاء الله هيعجبك. شيش طاووق بقى جاهز للاكل. طبعا كل حاجه فيها مستويه، البطاطس مستويه والكوسه، والفراخ كده بتدوب في البق. بألف هنا. إذا عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.